شكرا كده يا باشا، واقفل الشاشه. انت كده تمام قوي، عملت اللي عليك. رسميا النادي الاهلي ينتصر على نادي الزمالك في مفاجاه ما حدش يتوقعها، في اسوأ سيناريو واسوأ نسخه للنادي الاهلي، ويعيد ترتيب جدول الدوري من جديد في اقوى نسخه للنادي الزمالك. الماتش ده ليه تفاصيل كتير وقصه لوحده لازم نحكيها، ولو انت من المحظوظين اللي ظهر لهم الفيديو دوت انزل اخبط زر اللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم محمد جابر من برنامج اوت سايد. يلا يا معلم نبدا. عايزين نقول كلمتين محشورين في زور اللي خلفونا، لان دول اللي حصلوا في الماتش. بس في البدايه كده انا حابب اشكر نادي الزمالك على كل حاجه عملها للنادي الاهلي علشان يعيد نادي الاهلي المنافسه على قمه الدوري من جديد. اولا نادي الزمالك اتعادل قبل ماتش القمه عشان يروح يلاعب نادي الاهلي باهبل اختيارات اي مدير فني ممكن يختارها علشان الاهلي يفوز ويعيد جدول ترتيب الدوري من جديد. ولكن لو نادي الزمالك كان فاز النهارده كان هيبقى بعيد كل البعد عن النادي الاهلي، وانا الصراحه كنت هفقد الامل في الدوري. بس ازاي تحس ان نادي الزمالك موجود في الدوري بس عشان خاطر النادي الاهلي، عشان خاطر النادي الاهلي ياخد الدوري؟ والله بيلعب لمصلحه النادي الاهلي. بس انا شخصيا حابب اشكره جدا جدا على اللي انت بتعمله معانا، والله بجد والله شكرا ليك جدا. مع ان نادي الزمالك كان ضاغط طول الشوط الاول وكان ماسك الملعب على النادي الاهلي، لدرجه ان انا حسيت ان هو هيعبي في شوال اصلا النادي الاهلي جوال في الشوط الثاني. ولكن عمك فيريرا قرر ان هو يخربها عن نادي الزمالك وياخد اغبى قرار خده في حياته، وقرر ان هو يدافع. وتقريبا طول الشوط الثاني محمد الشناوي قاعد هناك على العارضه، لان مفيش ولا كوره جات له، لان كانت السيطره الكامله للنادي الاهلي. مع ان النادي الاهلي كان مستحوذ طول الشوط الاول، بس للاسف والله حنكشه في نص الملعب على الفاضي. ده بس اللي حصل في الماتش. مع ان نادي الزمالك قدم هديه على طبق من ذهب للنادي الاهلي وعطاله 3 نقط ثمينه عشان يرجع يركب على الدوري من تاني. بالاضافه ان نادي الزمالك لعب 9 ماتشات والاهلي لعب 8 بس، علشان يبقى فاضل ماتش واحد للنادي الاهلي عشان يحسم صداره جدول ترتيب الدوري في اسوأ موسم لعبه النادي الاهلي في تاريخه. يعني والله من 4 أسابيع بس انا كنت بقول يا رب الاهلي ينافس على التوب فور عشان نلعب بس كونفدراليه، لكن هو اصلا ما لحقش يعمل كامباك اساسا. بس يلا الف حمد وشكر عشان نلاقي نفسنا في الموسم التاسع في صداره جدول ترتيب الدوري. ده حاجه حلوه والله. الف شكر على نادي الزمالك اللي بتعمله معانا حرفيا، يعني الف مليون شكر. المهم يا باشا انا عايز اتكلم في شويه حاجات كده بخصوص النادي الاهلي. انا مقتنع اقتناع تام ان المشكله الحقيقيه مش عند عماد النحاس، المشكله الحقيقيه عند اللعيبه. لان ببساطه كده عماد النحاس عمل التشكيل ورسم التكتيك اللي هيلعب بيه الماتش، بس ببساطه كده هو مش هينزل يلعب مكان كل لاعب في الماتش. انا حرفيا كنت شايف عماد النحاس واقف على الخط بره متنرفز نرفزه مش طبيعيه. والله يا جماعه متنرفز نرفزه مش طبيعيه. في يا جماعه بجد التاثير فعلا من عند اللعيبه. انا كنت بشوف اللعيبه في الماتش حرفيا كانت بتلوش. ما كانش فيه جمله يعني ما كانش فيه جمله ترضي ربنا. في ايه بجد؟ بس الغلطه الوحيده اللي عملها عماد النحاس هو انه اتاخر في تغيير حسين الشحات. يعني لو كان طاهر ما كانش اتصاب، ما كانش حسين الشحات نزل. علامه استفهام كبيره جدا. انا كان من رايي ان حسين الشحات كان لازم يبدا بالماتش، لان حسين الشحات عنده خبرات كبيره وكان عنده حاجات كتيره يقدمها كتيره قوي للنادي الاهلي. وفي وسط الزحمه دي يا باشا انا حابب اوجه رساله وتحيه كبيره لحكم المباراه النهارده العادل والبرفكت. انت حكم كبير، يا ريت حكام الدوري المصري يتعلموا منك يعني ايه عداله تحكيميه، وخصوصا في لقطه الفار بتاعه النهارده. يعني انت كنت رايح علشان تلغيها، يعني انت كنت رايح الفار هناك عشان تلغيها. ما هو مفيش حل من اتنين، يا اما انت كنت مقرر اصلا انت رايح عشان تلغيها، يا اما انت احول وما بتشوفش. مفيش حل من الاتنين دول. وفي حاجه تانية برضو، انا كنت حاسس ان تريزيجيه وبن رمضان بيلعبوا لوحدهم حرفيا، بيعملوا عرضيات وبيشوطوا من بره ال 18 وعملوا كل حاجه النهارده في الماتش علشان بس يروحوا جمهور النادي الاهلي فرحان. اقسم بالله انا كنت شايف جمهور النادي الاهلي في المدرجات حرفيا حاجه تحزن تحسر كده على اللي شافوه النهارده في الماتش. يا جدع انت والله العظيم انا كنت بحس ان الجمهور ده فاضل شويه هيعيط بجد. حرفيا الجماهير كانت مذهوله طول الماتش لحد ما حسين الشحات نزل، واول لمسه ليه في اول 3 دقايق، اول لمسه ليه جاب جول، وبعد 3 دقايق تسبب في ضربه جزاء عشان يحطها تريزيجيه وتبقى النتيجه 2-1 للاهلي. وانا عايز اقول برضه على الهدف الاول لنادي الزمالك، عبد الله السعيد انت اول ما دخلت تشوط ضربه جزاء اتصدت، تمام انا ما عنديش اي مشكله. طب انت ليه ما دخلتش تشوط الركله الثانيه؟ ليه سبتها لحسام عبد المجيد؟ انت ثقتك بنفسك قلت، انت ثقتك في نفسك قلت بجد. ليه سبتها حسام عبد المجيد؟ ما انت كان ممكن تشوطها تاني برضه وتدخلها عادي، ايه المشكله؟ وبرضه انا عايز اناشد بحسام عبد المجيد، حرفيا لولاه
لكن الاهلي كان سجل اكتر من هدف. الاهلي عمل عرضيات وشاط من بره وعمل حاجات كتير، حرفيا حسام عبد المجيد كان بيلعب لوحده في الدفاع النهارده. بس يا اخي تحس نادي الزمالك من بعد الجون التاني ما كانش عنده الرغبه والحماس كده ان هو يرجع للماتش تاني ويتعادل. حرفيا دي تقلق جمهور نادي الزمالك. تحس كده ان هو ولا كان في لعب ولا كان في حماس ولا كان في اسلوب اصلا. يعني هما من بعد الجون التاني حرفيا الزمالك هبطت كده بجد. وانا في اعتقادي ان نادي الزمالك هيدخل في مشاكل كتير من بعد ماتش القمه، لان عندك بيراميدز راجع وعنده ماتشين مؤجلتين، وبالتالي لو فازهم هيرتفع رصيده ل 20 نقطه، وده الرعب الحقيقي للفرقه بجد. فبالتالي ده هيعمل مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك. ونيجي بقى بعد فتره من دلوقتي ونسمع رسميا اقاله المدير الفني لنادي الزمالك، والكل يدخل يشتم وبلا بلا بلا والكلام اللي انتوا عارفينه ده. المهم انا حابب اشكر الكابتن عماد النحاس على اللي قدمه مع النادي الاهلي، وانا حاسس ان ديت هتبقى اخر مباراه ليه، او من بعد ماتش الاسماعيليه الجاي، لان بعد التوقف الدولي مش هيبقى موجود عماد النحاس مع النادي الاهلي. هيبقى في مدير فني جديد هيبدا يشتغل في فتره التوقف الدولي. وانا ديت انا بحسها دي حاجه ايجابيه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج ياخد نفس، محتاج ياخد بريك، محتاج يرجع انفاسه من جديد عشان يرجع زي الاول. وديت انا بحسها ان ديت هتبقى حاجه حلوه جدا للنادي الاهلي. ومن الحاجات الحلوه اللي حصلت النهارده ان الاهلي فاز علشان يعيد حساباته من جديد ويعمل دربكه للمنافسين. وده كان رايي الشخصي. المهم قولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.